طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة إخبارية تأتيكم من فضائية كركوك، نبدأها من أبرز العناوين. منظمات المجتمع المدني وناشطون في مجال حقوق الإنسان بمدينة كركوك يطالبون بإنصاف ضحايا جرائم الأنفال ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم. الدكتورة رواز فائق رئيسة برلمان كردستان تبحث مع القنصل الألماني العام في الإقليم آخر المستجدات السياسية في كردستان والعراق. قائد شرطة محافظة كركوك يوعز بمتابعة حالة طفلة تعرضت للتعنيف الأسري. انطلاق عملية المطرقة الحديدية في محافظة كركوك لملاحقة إرهابي داعش وتجفيف منابع الإرهاب. الصحة الاتحادية توافق على إرسال دفعة من الأدوية إلى مستشفيات السليمانية بجهود كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني. إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل آسو مامند المشرف على الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك وصلاح الدين في مبنى المكتب السياسي بمدينة كركوك عددا من أساتذة كليات ومعاهد محافظة كركوك. وحضر اللقاء خالد شواني عضو المكتب السياسي وروند ملا محمود مسؤول مركز تنظيمات كركوك وريبوار طه وحسيب عبد الله عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني. وخلال اللقاء أكد آسو مامند أن للجامعات دور كبير في تطور البلد باعتبارها صرحا للعلم والمعرفة، مجددا دعمه الكامل للأساتذة الجامعيين والمراكز التعليمية في كركوك. من جهتهم ثمن أساتذة الكليات والمعاهد في كركوك الدور الكبير للاتحاد الوطني الكردستاني وآسو مامند في دعم وإيلاء الاهتمام بمختلف شرائح مدينة كركوك، لا سيما الأساتذة الجامعيين، مؤكدين أن هذا الدعم سيكون حافزا على بذل جهود أكثر خدمة للواقع التعليمي في كركوك. بالتزامن مع الذكرى السنوية لجرائم الأنفال سيئة الصيت التي اقترفها النظام البائد ضد شعب كردستان، نظم ممثلو منظمات المجتمع المدني وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وقفة لاستذكار ضحايا هذه الجرائم، وطالبوا في بيان مشترك بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الأنفال، فضلا عن تسليم أسماء المتهمين المقيمين في الخارج إلى شرطة الانتربول لسحب الجنسية والإقامة منهم. كما طالبوا بالإسراع بفتح المقابر الجماعية وجعل القاعدة العسكرية في منطقة توبزاوة نصبا لتخريج الضحايا، فضلا عن تقديم العون لذوي الضحايا والناجين من المقابر الجماعية. في الذكرى 34 لذكرى عمليات الأنفال السيئة الصيت نستنكر وندين تلك الجريمة النكراء. تتجدد مطالبنا بما يلي: أولا، محاكمة متهمي عمليات الأنفال وبالأخص المتهمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية العليا العراقية والبالغ عددهم 423 متهما. نطالب بتسليم أسماء المتهمين للشرطة الدولية انتربول والدول الغربية بسحب الجنسية والإقامة منهم. الإسراع في عملية الفتح المقابر الجماعية وإجراء تحليل الحامض DNA لهم والعوائل الضحايا لكي يتسنى لذويهم معرفة ضحاياهم. الحرص على عدم المساس بالقاعدة العسكرية في المنطقة التوبزاوة وحمايتها من الضياع وجعلها نصب للضحايا الأنفال، تقديم العون وتنفيذ مطالب ذوي الضحايا من الإبادة الجماعية والناجين من المقابر الجماعية والجرحى وتوفير حياة كريمة ورغيدة تليق بهم. بحثت الدكتورة رواز فائق رئيسة برلمان كردستان مع القنصل الألماني العام في إقليم كردستان مسألة الانتخابات والتوافق بين الأطراف السياسية،
مؤكدة أن الانتخابات موضوع مهم وحساس يرتبط بالخارطة السياسية المستقبلية للإقليم. كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية في إقليم كردستان والعراق، حيث قدمت رئيسة برلمان كردستان للوفد الزائر ملخصا حول العقبات أمام العملية السياسية في إقليم كردستان وتوقعاتها المسبقة للوضع السياسي في إقليم كردستان. وفيما يخص القوانين المرتبطة بانتخابات إقليم كردستان، قالت الدكتورة رواز فائق: نحن نصر على التوافق والاتفاق بين الأطراف السياسية، سيما وأن الانتخابات موضوع مهم وحساس وترتبط بالخارطة السياسية المستقبلية للإقليم كردستان. كما أكدت أن العملية الانتخابية تتطلب كسب الثقة بين الأطراف السياسية، مشددة على ضرورة التقارب بين الأطراف والحفاظ على الاستقرار الموجود في إقليم كردستان. تعرضت الطفلة ميار البالغة من العمر 2 إلى تعنيف أسري دخلت على إثره إلى ردهات الإنعاش في مستشفى أزادي بمدينة كركوك، بعد أن تعرضت لكسور ورضوض وحروق في أنحاء جسمها. وذكرت شرطة محافظة كركوك في بيان أنه وبناء على توجيهات قائد شرطة محافظة كركوك تم تخصيص منتسبات من مديرية الشرطة لمتابعة الحالة الصحية للطفلة في المستشفى وتوفير احتياجاتها. وأوضح البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق والد الطفلة وتمت المباشرة بالتحقيق وإصدار أمر قبض بحقه، وتم القبض عليه وتوقيفه. وأوعز قائد الشرطة لقسم حماية الأسرة والطفل بمتابعة إجراءات التحقيق وكذلك متابعة الحالة الصحية للطفلة المعنفة. كما وجه مديرية الشرطة على التواصل الدائم مع الشرطة المجتمعية وكذلك مع كافة الجهات الراعية لمبادئ حقوق الإنسان للحد من حالة التعنيف الأسري. وإلى ذلك رصد قسم شرطة النجدة والدوريات وبالتنسيق مع الشرطة المجتمعية في كركوك 5 أطفال معنفين تم تركهم بدون رعاية في إحدى مناطق محافظة كركوك. وذكرت شرطة محافظة كركوك في بيان أنه بعد ورود الأنباء عن العثور على 5 أطفال بدون رعاية في إحدى مناطق محافظة كركوك، أوعز قائد شرطة محافظة كركوك العميد كاوغريب إلى مدير قسم النجدة ومدير قسم الشرطة المجتمعية بالتوجه إلى محل تواجد الأطفال، وتبين قيام ذويهم بطردهم أثناء غياب والدهم بعد حصول مشاكل عائلية بينهم. وأوضح البيان أن مدير قسم الشرطة النجدة تكفل بكافة احتياجاتهم وسكنهم لحين عودة والدهم، هذا وتم تسليم الأطفال ال5 إلى والدهم بعد أن تم أخذ تعهد منه بحماية الأطفال. قبل الخروج من مستشفى أزادي كنا متابعين لحالة الطفلة ميار اللي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي كونها تعرضت لعنف أسري. استخبرنا أو اتصل بنا السيد مدير قسم نجدة كركوك العقيد مازن المحترم حول وجود 5 أطفال أو 5 أولاد بعمر البراعم تم تركهم في الشارع قرب قسم نجدة كركوك، وعلى الفور تم التوجه إلى مفارز النجدة والتواصل مع مدير قسم نجدة كركوك العقيد مازن المحترم، حيث قام العقيد مازن بتوفير كسوة وشراء كسوة لهؤلاء الأطفال. هذه الحالة هي دخيلة على المجتمع، وقضايا العنف الأسري تعتبر من اختصاص الشرطة المجتمعية. أعلنت خلية الإعلام الأمني انطلاق عملية المطرقة الحديدية في محافظة كركوك. وذكر بيان للخلية أنه وبإشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت عملية المطرقة الحديدية، وهي عملية أمنية واسعة وشاملة لتفتيش وادي الشاي ووادي زغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين. وأوضح البيان أن قطاعات من جهاز مكافحة الإرهاب شاركت في هذه العملية
بالإضافة إلى القوات الخاصة في الجيش العراقي وبإسناد من قيادتي القوى الجوية وطيران الجيش. وأضاف أن العملية جاءت بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي. كشف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب الدكتور بريار رشيد عن موافقة وزارة الصحة الاتحادية على تقديم دفعة من الأدوية لمستشفيات السليمانية. وقال الدكتور بريار رشيد أنه في إطار جهود كتلة الاتحاد الوطني لمتابعة مستلزمات محافظة السليمانية وحل مشكلة نقص الأدوية، قمنا بزيارة وزارة الصحة الاتحادية والاجتماع مع مدير شركة كيماديا والمسؤول الإداري في مدينة بغداد الطبية، حيث تم إبلاغهم بمطالب مديرية صحة السليمانية. وأضاف النائب بريار رشيد أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على إرسال الأدوية لمستشفيات السليمانية، وفي الأيام المقبلة ستستلمها مديرية صحة السليمانية، مشددا على أن نقص هذه الأدوية يشكل خطرا على حياة المواطنين، مؤكدا ضرورة أن لا تقوم أي جهة بعرقلة إرسال الأدوية من بغداد إلى السليمانية. نفذت لجنة تنظيمات كفري ولجنة تنظيمات رابرين للاتحاد الوطني الكردستاني حملة تنظيف واسعة في مدينة كفري من أجل رفع النفايات، وذلك بإشراف قائم مقامية قضاء كفري ومشاركة الدوائر الحكومية. وتهدف الحملة إلى رفع النفايات في المدينة بغية إضفاء جمالية على شوارعها وأحيائها، فضلا عن أهميتها في الحفاظ على البيئة النظيفة. بإشراف قائم مقام قضاء كفري ومشاركة الدوائر الحكومية في القضاء، نفذت لجنة تنظيمات كفري ولجنة تنظيمات رابرين للاتحاد الوطني الكردستاني حملة واسعة في مدينة كفري من أجل رفع النفايات. حملة التنظيف بدأت في قضاء كفري بإشراف سيد قائم مقام قضاء كفري، ويشارك فيها الدوائر الحكومية وحتى نشطاء المجال البيئة وغيره من طبقات المجتمع مدينة كفري. إن حملة التنظيف في أي وقت وفي أي مكان شيء ضروري، وعلى كل طبقات الشعب والمواطنين أن ينظفوا أماكن العامة وحتى الحدائق وحتى المنتزهات لكي يكون المدينة جميلة. المشاركون في حملة تنظيف كفري ورفع النفايات من مناطق المدينة وجهوا دعوات للمواطنين للتعاون والمساهمة في الحملة من أجل الحفاظ على جمالية القضاء ومنع تكدس النفايات في شوارعها وأزقتها. قمنا بتنظيف مدينة قضاء كفري بناء على طلب القائم مقامية الكفري، نحث كل المواطن العزيز أن يقوم من جانبه بتنظيف بيتها وزقاقها ومحلتها حتى نمرر هاي الأزمة المادية الموجودة. قمنا على التنظيفات مال الكفري داخل الكفري، بالفروع، بالشوارع العام، بالشوارع الرئيسية، بدينا بالتنظيفات بأمر كل الدوائر والشرطة والآسايش والبلدية والجماعات القائم مقامية والجماعات الأحزاب اليكيتي. نتمنى احنا هاي التنظيفات يبدأ مصرة بالعام على منطقتنا، النظافة على منطقتنا. إطلاق حملة التنظيف الواسعة في كفري يهدف إلى رفع النفايات في المدينة بغية إضفاء رونق جمالي وحضاري على شوارعها وأحيائها، فضلا عن أهمية مثل هذه الحملات التطوعية في الحفاظ على البيئة النظيفة. كثف الإطار التنسيقي جولاته التي يجريها على الكتل والقوى السياسية من أجل بحث ومناقشة مبادرته التي طرحها لحل الأزمة القائمة. وقال المحلل السياسي عدنان السراج أن الإطار التنسيقي لديه مبادرة أخذت تتوسع شيئا فشيئا، وهناك توجه لزيارة القوى السياسية الكردية والسنية وفتح حوارات مكثفة مع التيار الصدري.
وأضاف السراج أن الحوارات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري متقطعة، والتواصل لحلحلة الوضع العام يحتاج إلى وقت وإلى طرح العديد من التساؤلات التي يمكن أن يبديها التيار الصدري بشأن مبادرة الإطار. وبين أن هناك حوارات جانبية وفردية، لكن القوى السياسية على علم بمبادرة الإطار وقد أخذت طريقها بالشكل الصحيح، موضحا أن الإطار يريد أن يثبت أقدامه في العملية السياسية من خلال التواصل المستمر وإصدار البيانات والانفتاح على القوى السياسية الأخرى والمستقلة بالذات وتوسيع قاعدة نشاطاته. كشف عضو في مجلس النواب العراقي عن القوانين المهمة الواجب إقرارها من قبل المجلس، فيما أشار إلى تقديم طلبات لرئاسة البرلمان بشأنها. وقال النائب محمد البلداوي إنه تم وضع مجموعة من القوانين وتقديم طلبات إلى رئاسة مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، منها قانون الصندوق السيادي وقانون مجلس إعمار العراق وقانون الإحصاء العام والسكان والقوانين التي تتعلق بالوزارات والأجهزة الأمنية، وأيضا قوانين تتعلق باحتياجات المواطن، إضافة إلى ما سترسله الحكومة من مشاريع القوانين. وأضاف أن هناك تأخرا كبيرا بإقرار القوانين وقراءتها، لذلك من الضروري أن تستمر جلسات مجلس النواب، فضلا عن ضرورة أن تقدم الحكومة قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالجانب التشريعي. أعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على إرهابي كان يعمل فيما يسمى بكتيبة الإرهابية أبو حمزة المهاجر جنوب بغداد. وذكرت الخلية في بيان أنه وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت قوة من استخبارات قاطع الرشيد من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى بأبو جهاد، أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية العاملين بما يسمى بكتيبة الإرهابية أبو حمزة المهاجر ولاية الفرات، وذلك في كمين محكم ضمن قاطع المسؤولية في منطقة السيدية جنوب بغداد. وأضافت الخلية إن هذا الإرهابي مؤشر ضمن قاعدة بيانات المطلوبين إلى قيادة شرطة الأنبار وفق المادة 4 إرهاب، مؤكدة أنه تم تسليم الإرهابي للجهات المعنية. أعلنت وزارة الزراعة الاتحادية أن العراق بحاجة إلى أكثر من 15 مليار شجرة لصد الموجات الترابية التي يتعرض لها باستمرار. وذكر المتحدث باسم الوزارة حميد النايف أن قلة الأمطار وانحسار الغطاء النباتي في الأراضي، فضلا عن قلة المساحات المزروعة، جميعها عوامل تسببت بحدوث عواصف ترابية. وأشار النايف إلى أن نسبة العمل في التشجير مقتصرة حاليا على الجامعات والشوارع الرئيسية، في حين أن هناك حاجة إلى برنامج وطني لتشجير العراق يبدأ من المحافظات باتجاه الصحراء. وبين المتحدث باسم وزارة الزراعة أن المساحة الكلية للأراضي التي جرفها التصحر مسبقا تبلغ أكثر من 26 مليون دونما، وهو ما يعادل 15% من المساحة الكلية للعراق. ختاما، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.